في امرأة دخلت في قطة النار، وامرأة زانية كانت تفعل الزنا والفاحشة ودخلت في كلب الجنة علشان سقطه. يا بالك بقى بالمرأة أو الشخصية، رجل أو بنت، بتربي وتعطف وتعيط وتتعامل زي الأم وتسهر وتتعب وتفضل مع قط طول الوقت أو قطط علشان بس تبقى كويسة، وتمسكه كده في آخر لحظة مرمي على إيديها وتروح تدفنه بإيديها وتقول محدش هيدفنه غيري علشان ده ابني، عشان بتعتبره زي ابنها. تفتكر مقامها عند ربنا عامل إزاي؟ أو ربنا هيجازيها دنيا وآخرة إزاي؟ فالحمد لله. أولا السلام عليكم. ثانيا أنا بشكر كل حد سأل عليا خلال الفترة دي، وأي حد وقف جنبي في أزمتي، وأي حد قدر اللي أنا عايشة فيه وبعيش فيه الفترة دي، أي حد سأل على قطتي وكان خايف على قطتي وخايف عليا، سواء بنت أو ولد أو راجل. متشكرة جدا لأي حد بيتابعني، وأي حد ساندني الفترة دي وقدر التعب النفسي اللي أنا أول مرة في حياتي أمر بيه. أنا مريت بحاجات كتير لا يعلمها إلا الله، محدش يعرف من حضراتكم عنها شيء، وبظهر زي ما حضراتكم دايما بتشوفوني عاملة ازاي. واكيد الشخصية اللي بتظهر بالشكل ده هي وراها حاجات وامور صعبة وامور مؤلمة. كلنا عندنا كده، مفيش حد بيبقى ناجح او قوي غير وهو بيمر بحاجات وظروف صعبة جدا لو قاعد يحكيها مش هيخلص. وده دايما بحكم ان احنا مثقفين المفروض، وبنقرأ في كتب لناس بره مصر وجوه مصر، بنشوف حياتهم الشخصية، بنعرف قد ايه مروا بامور صعبة قوي قوي قوي، بس في الاخر نجحوا ووصلوا اللي هم وصلوا ليه. فاولا واخيرا اشكركم على تقديركم لمشاعري وانسانيتي وحبي للقطط اللي عندي ومدى اهتمامي بيهم، وتقديركم ان انا بعتبر القط اللي مات ده ابني، وكل القطط اللي لسه ما زالت عندي، القطتين عيالي. وطبعا ما زلت لسه طبعا بودي روشان عندي للعيادة لانه تعبان، ولانه طبعا الاتنين اللي عندي زي ما قلت تعرضوا للفيروس هما كمان. تغيبت 10 ايام، ناوية اعمل لكم اللحظات الاخيرة اللي مريت بيها في حياة بندق الله يرحمه، علشان كل حد بيفكر يجيب قط او عنده قطط يبقى فاهم اللي حصل معايا ايه وايه اللي مريت بيه. لكن انا دلوقتي جايه اوجه بس رساله للناس اللي من امبارح بس لغايه النهارده كتبوا التعليقات اللي انا شفتها، سواء اللي انا حذفتها او اللي انا سبتها، ان الاحساس ده نعمه. والله العظيم الاحساس نعمه، ان حد يحترم ويقدر مشاعر الاخرين وما يأذيهوش وهو كمان مأذي خلقه، دي اكبر نعمه. انت ممكن من احساسك بالشخص وكلمه طيبه، او حتى لو ما كتبتش كلمه انت مش لازم تكتبها او مش لازم تقول لو مش عندك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قل خيرا او اصمت. يعني انت لو ما عندكش كلمه حلوه ما تتكلمش، ايا كان بقى اللي قدامك مجروح من شيء او مش مجروح، ايا كان انت حضرتك حاسس بمصيبته اللي هو شايفها يا سيدي من وجهه نظره او نظرها مصيبه ولا لا. فالاحساس وتقدير المشاعر ده نعمه كبيره جدا، واذى المشاعر لا يقل مطلقا محاسبه انت تتحاسب عليه او انت هتتحاسبي عليه. فالناس اللي جرحت فيا علشان بعتبر اللي مات ده ابني، ومستغربين قوي انا بشبه قط عشان حيوان بابني، لان هو في الحقيقه، وانا عاده بحاول اتخير دايما يعني وانتقي كلماتي، وعمري ما بحاول على قد ما اقدر اجرح في حد، لكن انت شايفه حيوان او انت شايفاه حيوان، وفي الحقيقه انت اللي حيوان. عارف ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى المفروض ميزك عن الحيوان اللي انت شايفه حيوان ده بالعقل، وان اداك دين تمشي عليه، فانت بلا اخلاق وبلا دين وبلا رحمه وبلا احساس. وهو اللي ما عندهوش عقل لكن عنده احساس باللي حواليه، وعنده نظره تكفي ان انت تضعف قصادها وتعطف عليه، سواء اللي كان في الشارع او سواء اللي انت ممكن تكون مربيه. والحمد لله بجد ان الناس اللي جرحت دي مش مربيه، انتوا اصلا لا تصلحوا ان انتوا تربوا اساسا، يعني اطفال مش حيوانات، لان انتوا اصلا مش متربين. انت فاكر ان انت اصلا متربي او انت متربيه لما تجرحي في مشاعر حد او لا تقدري مشاعر حد؟
انت هتربي ابنك على ايه؟ على انه يطلع زيك عديم الانسانيه وعديم القلب، والناس اللي بتتريق وتتنمر وبندق وفستق ولوز وجوز، والناس اللي داخله يعني لا مؤاخذه تتكلم باسلوب ما، والناس اللي بتتكلم عن غزه وكأن انا اللي هحرر غزه. يعني مش فاهمه يا جدعان، يعني ده احنا قمه الانسانيه اللي احنا فيها تجاه القط ده يحسس ويعرف قد ايه احنا عندنا قمه الانسانيه تجاه غزه. والواحد انا شخصيا اتكلمت عن غزه كتير، ولا انت ما بتشوفش واعمى، وبتيجي بس اعمى البصيره واعمى النظر كمان، فبتيجي تلقط حاجات معينه هي مش عاجباك. والناس اللي دعت عليا بقى قالت عقبالك اللي انا بقول ايه، يعني هو مات وهو ابني، عقبالك بقى لما تموتي يا سيدي. يعني من احب لقاء الله احب لقاء، من احب لقاء الله احب لقاء، وانا بحب لقاء ربنا. يا سلام، يعني انت لما تقولي عقبالك وتموتي انا كده خلاص؟ يعني يا ريت والله انت بس تكون محضر حالك بس للي راح تقابله بعد ما انت اذيت المشاعر واذيت روح ميته كمان بالكلام اللي انت قلته. عايزه اقول للناس اللي بتتكلم كده هنيئا لكم بمحاسبتكم عند الله سبحانه وتعالى. اذى المشاعر ثمنه غالي. وفي امرأة دخلت في قطة النار، وامرأة زانية كانت تفعل الزنا والفاحشة ودخلت في كلب الجنة علشان سقطه. يا بالك بقى بالمرأة أو الشخصية، رجل أو بنت، بتربي وتعطف وتعيط وتتعامل زي الأم وتسهر وتتعب وتفضل مع قط طول الوقت أو قطط علشان بس تبقى كويسة، وتمسكه كده في آخر لحظة مرمي على ايديها وتروح تدفنه بإيديها وتقول محدش هيدفنه غيري علشان ده ابني، عشان بتعتبره زي ابنها. تفتكر مقامها عند ربنا عامل ازاي؟ او ربنا هيجازيها دنيا واخره ازاي؟ فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. لو انا في وجهة نظركم بالشكل اللي انتوا بتتكلموا بيه عشان انا بعطف على القطط وربنا سخرني ليهم وحزنانه ومنهاره عليهم وتعبانه وعامله كل ده انا لابسه اسود من ساعتها اساسا، كانه فعلا عندي مات زي امي بالظبط زي ابني. والله ليا الفخر والشرف امام الله سبحانه وتعالى. يا رب يجعلني كده على طول بالقلب والاحساس ده. والحمد لله ان انتوا اساسا ما يشرفنيش حد فيكم بيتكلم ويتعامل كده معايا ان انتوا تكونوا ناس من عيلتي او ناس تخصني، الحمد لله والله. وعايزه اقول لك واقول لك انه قسما عظما بالله انا ما مسامحاكم، وهقتص منكم دنيا واخره في حقي وحق اللي مات ده بالطريقه اللي انتوا اتكلمتوا بيها. هقف امام الله سبحانه وتعالى وانا من دلوقتي بقول له يا رب الناس دي كل واحد علق او قال لي ايا كان وجها لوجه او في تعليق بالطريقه دي، الناس دي انا مش مسامحاها. الناس دي جرحت فيا وجرحت في روح، واحنا لما بنحب وبنتعلق بنحب روح يا بني ادم، يلي مش بني ادم اصلا ولا تستحق انك تكون بني ادم او بني ادمه. احنا بنحب روح، بنتعلق بروح، مش بنتعلق عشان ولا بنحب يعني عشان ده حيوان وده الحيوان ده اوفى واحسن منك ومنك. الحيوان ده على الاقل ما بيجرحش، اخره بيخربش كده خربوش، ما بيجرحش القلب والروح. لكن انت الحمد لله لا انت جوزي ولا انت اخويا ولا انت من عيلتي ولا انت تشرفني اساسا، وانت اصلا لا تصلح على اي امرأة خلقها ربنا. انت لو متجوز والله العظيم لا تصلح اساسا، لا تصلح تكون زوج ولا تصلح تكون اب ولا تصلح تكون اخ ولا تصلحي انت كمان ولا تصلحي ان تكونوا بني ادمين على وجه الارض. وانا مش مسامحه اي حد فيكم والله العظيم وبالله ولله. ان كتبني الله ان اموت دلوقتي او في اي وقت كان وسمعتوا خبري في اي وقت انا مش مسامحه. انت ممكن ما تدخلش الجنه واقرا كده في دينك، ده لو عندك دين اصلا بتقرا فيه كنت عرفت اللي انت بتعمله ده اصلا ما ينفعش وحرام وهتتحاسب عليه. انت ممكن او انت ممكن ما تدخليش اصلا الجنه عشان حد مش مسامحك، عشان تبقى تستقلوا اكتر، يعني تكملوا بقى يعني ان انتوا تستقلوا. فانا مش مسامح حد تعمل كده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يأذي مشاعر حد ولا يقدرها ولا يحترمها. مش حاسس باللي قدامك عنك ما حسيت وعنك ما حسيتي، بس ما تجرحي في حد ايا كان انا وغيري عشان احنا مش ناقصين. ما عندكش كلمه حلوه ما تقولهاش، مش مطلوب منك تقول، اسكت اتخرس خالص ما تتكلمش. حسبي الله ونعم الوكيل. وانا ليا الشرف والحمد لله رب العالمين، وصبر يا رب قلبي على قهري وعلى حته مني
على حته مني انا راعيتها وسهرت عليها زي الام بالظبط ليل نهار 10 ايام لغايه لما ماتت بين ايديا. ان شاء الله فوق بس شويه، لان انا ربنا عالم انا بحاول اسلك طولي وانا بتكلم. هعمل فيديو اوضح فيه اللحظات الاخيره في حياه بندق، وربنا يستر على باقي القطط اللي عندي، عشان لسه طبعا عندي روشان وليلي تعبانين، وخصوصا روشان، فانا لسه جاريه بيه العياده النهارده تاني. بس فوضت امري الى الله والحمد لله. يعني لا نقول الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، انا لله وانا اليه راجعون. وهو كان في امانتي، ربنا جعله في امانتي، وانا حافظت على الامانه دي لاخر لحظه، واثقه في الله سبحانه وتعالى ان هو هيعوضني خير، هيعوضني خير دنيا واخره. واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون شفيعا ليا في الجنه هو واللي معايا، واي خير الواحد بيعمله مع اي حيوان او انسان. واسال الله سبحانه وتعالى يا رب، عشان انا عارفه ان الحيوانات بتبقى يوم القيامه تتحول لتراب بعد ما يتم القصاص من اللي ظلمها او اللي عذبها. ايوه بيتم القصاص طبعا، ربنا بياخد حقهم على فكره، انتوا فكركم هياخد حقهم منكم برضو، فربنا بيحولهم لتراب. لكن لما بنسال الله سبحانه وتعالى ونشتهي اي شيء في الجنه، يا رب يجعلنا بس ويجعلني من اهل الجنه، ربنا بيحققه لينا. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني اولا من اهل الجنه واحسن خاتمتي، وثانيا ان هو يكون معايا مع امي يا رب في الجنه هو وكل قطتي اللي معايا. وانتوا بقى عيشوا بقى وكملوا تريقه وتنمر على خلق الله وما تقدروش حد. لكم ولكم الجزاء والحساب عند الله دنيا واخره، وانا مش مسامح حد مره المليون. وحسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا.